ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض اكلة حلوة جدا جدا. بالامانة كانت تحفة. شايفين منظرها؟ والله الكاميرا ظلماهم، هم على الطبيعة كانوا احلى من كده بكتير. احلى فطاير محشية هنعملها النهاردة مع بعض، مورقة وطعمها حلو جدا. تنفع معاكي لو في وجبة عشاء او وجبة غدا. كمان جالك ضيوف على غفلة ما عندكيش عيش كفاية. كمان لو عاملة حفلة عيد ميلاد كده وحابة تعملي حاجة خفيفة جنب الحلويات، برضو كوجبة عشاء حلوة جدا جدا. احلى فطاير محشية هنعملها النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية. يلا بينا نشوف هنعمل الفطاير الحلوة دي مع بعض ازاي، واحدة واحدة. يلا بينا. اول حاجه انا كل مكوناتي دقيق وميه، خلاص فيعني ممكن تعمل اي مقدار، مش تحت شرط مقدار معين. انا هنا معايا كيلو دقيق، هحط عليه نص معلقه صغيره ملح ومعلقه كبيره خل. ما تخافيش من الخل، ولا هيغير الطعم ولا هيعمل ريحه، بالعكس ده محسن حلو جدا للعجين. تمام. بس كده، وهنبتدي بقى نعجن بالميه، وزي ما احنا متفقين ما تحطيش الميه مره واحده عشان العجين ما يطراش منك وتضطري تحطي دقيق. انت حطي الميه كده شويه شويه وقلبي فيهم لغاية ما تلمي في ايدك العجينة وتحسي كده خلاص ان هي لمت كلها ومش محتاجة معاكي مية زيادة. ولو صادفت وطريت معاكي زودي لها حبة دقيق، مفيش اي مشاكل، لان احنا هنا محطينش مكونات ولا بيض ولا لبن ولا خميرة، فمفيش مشاكل انك تزود عليها دقيق في اي وقت براحتك. تمام. هنبتدي نكب المية كده شوية شوية، ودي مية عادية خالص من الحنفية. وهنبتدي نلم العجينة كده بايدينا. شايفين اهو، اول ما تبتدي العجينة تلم معاكي وتخلع من ايدك كده تحس ان هي خلاص كده استكفت معاكي من المية ومش محتاجة مية كمان. هنحط رشة دقيق كده على الرخامة، وابدأ بقى ادعكي في العجينة كده ودلكيها كويس خالص. وزي ما اتفقنا كل ما تدلك العجين وتعجنيها كويس هتخدمك، يعني كل ما انت تخدميها هي هتديكي نتيجة كويسة. هنعجن في العجينة كويسة كده لغاية ما تحس ان هي نعمت في ايدك وبدأت كده فيها مطة. خلاص كده يبقى هي تمام. هتدهني ايدك كده بس نقطة زيت، والبونة نقطة زيت، وهنحط العجينة فيها وهنركنها شوية كده حوالي 10 دقايق بحيث ترتاح معانا. هي ما فيهاش خميرة، يعني مش هنخليها تختمر، لا هنريحها شوية. طيب هنا بعد العجينة مرتاحت معانا اهو، هنجيب صينية او طبق هنحط فيه حوالي نص كوباية زيت. تمام. وبعدين بقى هنبتدي نقطع العجين على حسب ما احنا عايزين. شايفين بقى هنا العجينة بعد ما ارتاحت عاملة ازاي؟ شايفين المطة بتمط معاكي اهي، وطرية جدا وحلوة وناعمة كده، يبقى العجينة كويس. هنبتدي بقى نكورها كور صغيرة كده على حجم البيضة، وزي ما انت عايز. يعني انا الكورة دي عملت لي الحجم اللي انت شفتوه في اول الفيديو اللي هو حجم الرغيف الصغير. انت حابة تعمليها اكبر من كده فهتكبري الكورة بتاعتك. هنبتدي بقى كده نكور كل العجين بالطريقة دي ونحطه في الزيت، ولازم تغلفيها بالزيت اول ما تحطيها بحيث كله ما يلزقش في بعض وانت حاطاه مع بعض. هنغلفهم كده بالزيت اهو. طيب هنبتدي نكور كل الكور بالطريقة دي. الطريقة دي نفس طريقة الفطير المشلتت اللي انا عملته معاكم قبل كده، بس اللي هو السادة. النهاردة هنعمله المحشي. اللي عايز طريقة الفطير المشلتت انا هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تمام. هنكور كل الكور بالشكل ده اهو. بعد ما احنا كورناهم ودهناهم زيت كويس، هنبتدي بقى نغطيهم كمان عشان نسيبهم برضو يرتاحوا حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. كمان لو انتي مش فاضية ومش حابة تعمليهم دلوقتي ممكن تكوريهم بالشكل ده وتسيبيهم نص ساعة ساعة، مش هيحصل لهم اي حاجة. هنسيبهم بقى يرتاحوا كده 10 دقايق. بعد ما ارتاحوا معانا هنبتدي بقى نشتغل فيهم. انا معايا هنا الكورة اهي اللي احنا قطعناها، ومعايا كمان الخلطة اللي احنا هنحشي بيها. انا هنا معايا لحمة معصجة عملتها معاكم قبل كده، اللي محتاج الفيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف. ممكن تحشيه بقى اي حشوة عندك. وكمان معايا الدهان اللي احنا هندهن بيه الفطاير، معلقة سمنة كبيرة على معلقة زبدة كبيرة، عليهم حوالي ربع كوباية زيت. خليط كده من الثلاث انواع مع بعض، سمنة وزبدة وزيت. ممكن تعمليه بسمنة بس بزبدة بس، زي ما انت عايزة، بس ده بيطلعه احلى. تمام. هنسيحهم كده على النار شوية بحيث يسيحوا، بحيث نعرف نشتغل بيهم. وبعدين بقى هنبتدي ناخد الكور بتاعتنا واحدة واحدة، بس برضو تسيبيها متغطية كده عشان ما ينشفش منك الوش ويبقى ما تعرفيش تفرديه. هتدهن الرخامة زيت او اي حاجة اللي هتفرد عليها. شايفين الفطيرة بتتفرد معاكي بكل سهولة ازاي؟ ده عشان احنا خدمناها كويس وعجناها كويس. طبعا انت لو عندك عجان هيسهل عليك الدنيا،
لكن انا هنا عجنت على ايدي لان ما عنديش عجان، فطلع حلوة جدا اهو زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نفردها كده اهو بالشكل ده. ولازم الدقيق اللي تستعمليه لجميع المخبوزات، تمام؟ يعني ما يكونش نوعه فاخر. بعد ما فردناها هنبتدي ندهنها كده بالخليط بتاعنا اللي هو السمنة والزبدة، وبعدين تطبقيها تاني من النص وتدهنيها. وبعدين بقى هنبتدي نحط الحشوة فيها. شايفين الحشوة متماسكة ازاي من غير لا جبن ولا اي حاجة؟ حلوة جدا جدا. طبعا احنا قلنا عملناها ازاي المرة اللي فاتت. هنبدأ كده نجيب فطيرة تاني ونفردها بالشكل ده اهو. طبعا لو الفطيرة اتقطعت منك مفيش اي مشاكل، لانه كله هيتطبق على بعضه وهتتلم من تاني. خلاص. هندهنها اهو بالزبدة والسمنة، بعدين نتنيها ونرجع ندهنها كمان، وبعدين نطبقها، وبعدين هنحط الحشو بتاعنا. طيب هنا الحشو ممكن تبدليه طبعا بحشو فراخ او جبن او خضار مشكل او بطاطس مهروسة لو ايام صيام وكده. يعني ليك الاختيارات، تعملي اي حشو انت عايزاه. ممكن كمان سبانخ، اي نوع حشو بتبقى حلوة جدا. خلاص. هنعمل بقى كل المقادير بالطريقة دي. وطبعا هنسيبهم بعد ما هنكورهم كلهم، لازم تغطيهم برضو عشان ما ينشفوش منك. شايفين اهو بتتفرد معانا بكل سهولة ازاي. عارفين كمان ممكن تعملوها وتخزنوها في الفريزر وتطلعوها وقت ما تحتاجوها هتلاقوها، تحطها بس كده في الفرن او الميكروويف حوالي 10 دقايق هتلاقيها طالعة معاكي كأنها طازة. بالأمانة حلوة جدا جدا. هنا الكورة اللي كورناها اهي وحشناها لازم تغطيها زي ما قلنا عشان ترتاح معانا. طبعا هنا بقى عند التسوية هنكون مشغلين الفرن على نار عالية. لو عندك الفرن ناره من فوق ومن تحت هتشغل الاتنين. لو عندك النار من فوق لوحدها ومن تحت لوحدها هتشغل من تحت يستوي، وبعد كده هتطفي من تحت وتشغل الشواية عشان الوش يحمر وياخد لون. هنا كل الكمية اهو بعد ما خلصناها وغطيناها اهو. هنبتدي بقى نجيب الصواني بتاعتنا، هندهنها كده دهنة خفيفة سواء زيت او سمنة المتوفر عندك. وبعدين بقى هناخد الكور اللي احنا حشيناها دي وهنبتدي نفردها في الصينية على حجم الرغيف كده. طبعا انت لو عايزة تعمليها حجم كبير هتعملي طبقات طبقات على بعض، وبعدين تحشيها، وبعدين برضه هتفرديها في الصينية زي البيتزا كده او زي الفطيرة الكبيرة. لكن انا حبيت اعملها كده صغير كده احلى، وعاملة زي الحواوشي وبتبقى سهلة جدا في الاكل. وكمان لو حبيتي تخزنيها هتخزنيها بالشكل ده بعد ما تستوي في الفريزر. وكمان ممكن تنفع في اللانش بوكس للاولاد في المدارس. بالامانة تحفة. هنخلص كل الكمية كده وهنفردها. انت لو حابة بقى تحطي جبن موتزاريلا على الوش او تحطي كمان زيتون تاخد شكل البيتزا، فبراحتك جدا. بس انا حبيت اعملها معاكم النهاردة بالطريقة السهلة دي والبسيطة بحيث اي حد هيقدر يعملها. شايفين خلصنا كل الكمية اهو. هنروح نحطهم بقى في الفرن يستوي. على ما نحطهم في الفرن هعمل معاكم كده كام واحدة على الطاسة على البوتاجاز، بحيث اللي مش متوفر عنده فرن هيطيبها عادي فوق البوتاجاز بالشكل ده. هنحطها في الصينية بتاعتنا والطاسة بتاعتنا من غير اي دهان لان هي فيها دهون كفاية. يا دوبك كده هتاخد لون من تحت هنقلبها قلبتين هتلاقيها استوت وحلوة جدا جدا. بالأمانة فطاير طالعة طعمها تحفة. طبعا فطير مشلتت محشي حلو جدا جدا. ممكن تحشي أي حشوات زي ما احنا متفقنا مع بعض. شايفين منظرها بعد ما استوت ما بتاخدش وقت سواء على النار أو على الفرن. في الفرن يا دوبك بالظبط ربع ساعة، وده على النار اهو اديكم شايفين مفيش 5 دقايق. أحلى فطاير محشية عملناها النهاردة مع بعض. شايفين منظرها طالعة تحفة. طبعا كده جنب طبق مخلل أو طبق زيتون اهو من اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده. شايفين الزيتون بتاعنا، شايفة بتدوسي على الزيتونة بتتفصص معاك. يعني انت لو حابة تخليه للبيتزا او للحشو تحطيه في اي حشوة مش هياخد معاكي وقت. وغير الطعم طبعا طعمه تحفة حلو جدا. اللي محتاج الفيديو هسيبهولكم في صندوق الوصف. احلى زيتون عملناه مع بعض. شايفين؟ يعني اخلي براحتك في اي وقت انت محتاجاه. وهنروح بقى نشوف الفطير اللي في الفرن اهي بعد ما استوت. شايفين منفوخة عاملة ازاي؟ هشة وخفيفة ومنفوخة وطالعة كده مفرولة ومقرمشة. طالعة تحفة. بالأمانة حلوة جدا جدا. وشوفوا كمان نص كيلو لحمة عمل معانا كمية قد ايه. عملنا وليمة. يعني لو جالك ضيوف اعمليها بالأمانة هيفرحوا بها جدا. انا كان مرة عندي ضيوف وعملتها انبهروا بيها. احلى فطاير محشية اهو عملناها النهاردة مع بعض وبألف هنا وشفا. تعالوا كلوا معانا. شايفين الكمية؟ يعني كمية مهولة. وشايفين كمان الحلاوة مستوية خالص من بره ومن جوه. افتح معاكم دلوقتي. شايفين مفرولة ازاي؟
شايفين رق الفطيرة طلع مرقة وحلوة جدا. تعالوا نفتح كده مع بعض ونشوف. طبعا هي سخنة مولعة لانها لسه طالعة من الفرن، بس انا هفتحها معاكم اهو. انتوا بقى لو حابينها تبقى طرية اول ما تطلع من الفرن تغطوها، لكن لو حابينها مقرمشة هتاكلوها على طول كده وهي طالعة من الفرن. شايفين بقى؟ شايفين الحلاوة وشايفين الخلطة من جوا ولا وقعت منها ولا سابت ولا اي حاجة. فطاير حلوة جدا جدا. وادي كمان هنا اللي طيبناه على الطاسة من فوق النار. الفرق بين الاتنين ان اللي على الطاسة ده بيبقى طري، شايفين الحشو برضو متماسكة خالص من جوا ومستوية خالص، بس الفرق بينهم ان ده بيبقى طري واللي في الفرن بيبقى مقرمش. ولو انتوا عايزين تطيبوه في الفرن وبرضو عايزينه طري، اول ما هيطلع هتغطوه زي ما انا قلت لكم. احلى فطاير محشية عملناها النهاردة مع بعض، ودي كانت وصفة النهاردة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير. باي باي.